السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا النهاردة نعمل كباب حلة، ونعمل صينية جلاش بالجبنة، وهنعمل رز الطباخ اللي هو معروف بيتعمل في الأفراح بتاعة الأرياف. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جبت حلة رفعتها على النار، حطيت عليها معلقتين زبدة، وهنزل باللحمة أنا مقطعاها مكعبات. اي قطعية لحم بقى انت عندك، ويستحسن يكون من الفخدة هي دي بتاعة الكباب الحلة، بس اي لحمة موجودة عندك تمام شغالة يعني. وهسيبها كده مش هقلبها غير لما تاخد صدمة من الناحية التانية. انا عايزاها تاخد لون وتنزل ميتها. اهم حاجة بس تقطعها قطع صغيرة عشان متاخدش سوا معاكي. عايزة اقولك احنا ازاي هنرتب وقتنا كده بدري، يعني مش بدري، انا صاحية متأخر. بالنسبة طبعا وقت الفطار بيبقى كان فاضله ساعة ونص، فقلت يا دوبك الساعة ونص دولت على ما اللحمة تستوي واجهز بيت اكلي، يكون الفطار جاهز. انا مش هقلب طبعا غير لما تاخد صدمة من تحت. عايزة اديها لون. نبدأ بقى نقلب على الناحية التانية. هنزل كده ببصلاية صغيرة. طبعا ده مش مقدار البصل اللي انا هحطه دلوقتي، ده بس عشان خاطر ان كده كده البصل اللي انا هحطها في الاول دي بتدوب في قلب السوا، فمش هتبقى باينه، فانا كده كده هحط لها بصل تاني. وحطيت فلفل اسمر وسبع بهارات، مش هحط اكتر من كده، وورق لورا وحبهان. مش هحط لها ملح دلوقتي خالص غير لما تستوي. هنا انا حطيت معلقه توم مفروم، بتديها طعم وريحه حلوه. وافضل كده اقلب فيها لحد ما تاخد تشويق، اشوحها كويس. هنا نزلت بالحبهان وورق اللورا، بس اهم حاجه تاخدي بالك من عدد الحبهان اللي انت حطاه، عشان لما تيجي تشيليه تبقي عارفه العدد اللي انت شايلاه عشان ما يقعش في تحت بق حد وهو بياكل. طبعا كلنا عارفين الحبهان بيبقى طعمه الصراحه صعب لما بيتحط تحت الضروس. وطبعا هزودها بميه سخنه، ما ينفعش تزوديها بميه بارده خالص. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات. انا كده خلاص زودتها ميه سخنه، هغطيها واسيبها بقى تستوي. بعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. هنا انا جبت حله وحطيت فيها معلقتين زبده، وهنزل بلسان عصفور. طبعا المقدار اللي هو شايفاه هيقضيكوا تعمليه. ده اسمه رز الطباخ، بديل الرز بيعملوه في الافراح في الارياف، في في دمياط والبحيره والبلاد دهيت بيعملوها في الافراح، بس عايزه اقول لكم هو لوحده يتاكل لوحده، طعمه تحفه. هنفضل كده نديها تقليبه. انا عايزه اديها يعني مش هحمرها قوي، عشان كده كده هنزل عليها بالشعريه، والشعريه لازم تتحمر برضو هي كمان. فاللسان عصفور بياخد وقت في التحمير عن الشعريه، بس هو ده اللون اللي انا محتاجاه، يعني اللي هو اللون اللي هو مش متحمر قوي، يكون لونه فاتح. وهنزل بالشعريه، الشعريه تكون نفس مقدار لسان العصفور، وابدا كده احمرها. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تعملي لايك كده عشان اللايك ده هو اللي هيرفع الفيديو. ويا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين. طبعا هخلي الشعريه ولسان عصفور انا حمرتها، وهخليها اركنها بقى قبل ميعاد الفطار بنص ساعه. هبدا بقى هسقيها، وهتشوفوني برضو كان عملت فيها لان انا برضو هحط لها اضافات تانية، مش هحمرها وخلاص وبعد كده اسقيها. بس خليكي معايا، تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي انا هعمل ايه. انا هركنها بقى على جنب كده لحد ما اجي اسويها. هنا بقى هبدا اعمل الجلاش. هعمل جلاش بالجبنه الموتزاريلا. جبت زيتون اخضر مخلي، وطماطم وفلفل،
ونص كوباية من الزبدة سيحتها، ولفة الجلاش. طبعا الحشوة بتاعة الجلاش دي الحشوة اللي تعجبك، يعني المتوفر عندك في البيت اعمليه. عايزة تحشيها لحمة مفرومة، عايزة تحشيها جبن ميكس جبن، اللي يعجبك، سجق، اي حاجة المتوفر عندك اعمليه. عندك صدر فرخة ممكن تعمليه شاورما كده تشوحيها وتحشيها بيها برضه. هنا بقى ايه، انا دهنت الصينية زبدة في القعر، وهبدأ كده. انا بحب يعني ادهن كل ورقتين مع بعض، يعني ما بعملش كل ورقة ورقة، كل ورقتين عشان ما تبقاش دسمة قوي. ونظبط كده الورق، نقطعه كده الزيادات ونحطها في النص. انا عامة بحب اعمل الجلاش في الصينية المربعة، بس انا مش عارفة ايه اللي خلاني اجيب المدورة اعملها، فيعني اللي جت في ايدي الصراحة. ليه بقى باحب أعملها في المربعة؟ عشان خاطر إن أنا ما باقطعش زيادة، يا دوبك الورقة بتيجي على قد الصينية، حتى لو فيها زيادة باقطع اللي في الجنب كده وباتنيها، يعني ما بتبقاش زي ما بتكون الصينية كده. بس عامةً الجلاش حتى لو الورق بتاعه مفتفت ومقطّع بتطلع سليمة وزي الفل. يعني أنتِ لو عندِك لفة الجلاش ناشفة ممكن تقطعيها حتت صغيرة عادي، وتفرفتيها مع بعضيها كده وتدهنيها الزبدة أو السمنة، وتنزلي عليها باللبن والبيض، بتبقى تحفة، بتطلع الخرطة سليمة ما فيهاش أي حاجة. فيعني مش شرط تكون الورقة تكون مضبوطة. طبعًا هنا عندي ابني أصلًا ما بياكلش الطماطم والفلفل في قلب الجلاش، فبيحبه بالجبنة والزيتون بس. فأنا عملت نصها بالجبنة والزيتون، ونصها بالجبنة والزيتون والطماطم والفلفل، بحيث لما اجي اقطع الخرط بتاعة الجلاش اقطع له هو الناحية اللي فيها الجبنة والزيتون بس. طبعا انت بقى على حسب ما انتوا بتحبوا الحشوة، زي ما انا قلت لك هتعمليها. وزي ما قلت لك كل ورقتين كده ندهن زبدة او سمنة المتوفر عندك، بس طبعا مش هينفع زيت، يا زبدة يا سمنة. انا عندي الزبدة هنا عشان ما كنتش مسيحاها، فانا حطيت في الزبدة في الكوباية وسيحتها في الميكرويف. ما تنسيش اللايك ده هو اللي هيسعدني. طبعا انا بعمل كل دوت واللحمه لسه على النار بتستوي. يعني احنا بنستغل الوقت، يعني حاجه ما بنخلي ايدينا شغاله في نفس الوقت في كذا حاجه، يعني ما بنستناش حاجه تستوي ونعمل حاجه تانية. وطبعا انا زي ما قلت لكم انا حمرت الشعريه واللسان عصفور وركنتها قبل ميعاد الفطار بنص ساعه. هبدا ازودها بقى واعملها اسويها بحيث تفضل سخنه، تبقى يعني ما بجرف تبقى سخنه، ما نقعدش نسخن من اول وجديد. دي آخر طبقة بقى من الورقة، باتني الطروف بتاعتها من تحت عشان ما تبقاش باينة من فوق. وهقطعها بقى كده مربعات زي ما انتوا شايفين، وهدهنها برضو زبدة من على الوش. وجبت كوباية ونص من اللبن، وهحط عليها بيضاية وملح وفلفل. طبعا ما بكترش الملح لأن الزيتون بيحدق الحشوة. دي كوباية ونص من اللبن، ورشة فلفل ورشة ملح صغيرة وبيضاية. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده نسقي بيها صينية الجلاش وندخلها في الفرن على الرف اللي في النص. ما ينفعش الجلاش تحطيه في الفرن من تحت، تحطيه في الرف اللي في النص عشان ما يتحرقش منك. عايزه اقول لكم كانت طالعه تحفه وجميله ومورقه من جوه. ادي بقى هنا دخلتها طبعا الفرن. وادي لسان عصفور، حطيت لها مكعب مرق الدجاج، وخرطت بصلايه صغيره كده، ويستحسن تكون البصلايه فرمها ناعم. انا ايدي عشان كانت تعباني فالتخريطه طلعت كبيره معايا شويه. وهنزل كده بكوبايه من عصير الطماطم. يبقى أنا كده حطيت مكعب مرق الدجاج بصلاية مفرومة صغيرة، وكوباية من عصير الطماطم، أو ممكن تحط صلصة طماطم، معلقتين من صلصة الطماطم وخلاص، ونسقيها شوربة. طب لو ما عندك الشوربة عادي اسقيها من مية من حنفية عادي، بس يستحسن تكون مية سخنة، ما ينفعش تكون مية باردة. تمام. ونحط الفلفل والملح. وانا بالنسبة لي هنا عشان بنحب الحاجة سبايسي، فانا حطيت معلقة صغيرة من الشطة. واول ما تتشرب هوطي عليها النار زي الرز بالظبط. وادي كده خلاص الكباب الحلة كان خلص استوى معايا. هبدأ بقى احط له ملح عشان ما كناش حاطين ملح في الاول.
وانا كنت مقطعه بصل جوانح وفلفل اخضر. طبعا انا لو كنت حطيت البصل دوت والفلفل في الاول كان هيدوب في السوا خالص، مش هيبقى باين في وسط اللحمه. فانا برضك عايزه كده في الاخر احس بايه اللي فيها بصل وفلفل، تديها طعم حلو. انا هو ده المطلوب، انا بحبها كده ايه تبقى جوسي، تبقى فيها سنه ميه كده شويه، مش عايزاها تكون شاربه ميتها. عشان دي برضو كانوا الولاد عندي بيحبوا ياخدوا ميتها ويحطوها على الرز وكده، بتديها طعم حلو. ادي كده كانت خلاص استوت معايا، خلصت كده هطفي عليها خلاص. وادي لسان عصفور والشعريه اللي هو رز الطباخ. عايزه اقول لكم هو لوحده حكايه، يتاكل لوحده كده تحفه. طبعا ده تغيير عن الرز العادي، بدل ما نقعد بقى نعمل رز بشعريه او رز ابيض، فاحنا نغير شويه. وعايزه اقول لكم اوفر من الرز دلوقتي ب25 وب27 و28 كمان. وادي الجلاش خلاص اهوت، فاضل له حاجه بسيطه وياخد لون. بصي ارتفعت معايا جميل من غير كربونات ومن غير اي حاجه خالص. كده 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 خلاص، كنت خلاص غرفت الاكل بقى، والاذان اذن للفجر للمغرب. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واستنوني في وصفه جديده من وصفاتي، واشوف وشكم على الف خير.